السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم مروة ومروان من قناة الطبخ احلى مع نغم. هنعمل مع بعض النهاردة السويسرول بطريقة سهلة وبسيطة. شايفين الكسر اللي هيحصل ده يا بنات؟ ده علشان انا اصلا محطتهاش في الفريزر خالص. المفروض تتعمل من على بيات لو انت تطلعها اوردر عشان تطلعي القطعة سليمة زي ما هي اتقطعت مني وانا بلفها واتعملت عرضة كده لان انا محطتهاش في الفريزر. انا كنت مستعجلة عليها لان هي الولاد طلبوها مني واحنا عايزين ناكلها الوقت، فما كانش في وقت انا احطها في الفريزر. فدي غلطة. لو انت هتطلعي اوردر انت تعمليها لازم تدي لكل حاجة وقتها وتحطي في الفريزر. سواء بتعملي جاتو او سويسرول تحطيه في الفريزر ياخد وقته. فهو عامة عمل التورت او الجاتوهات، وبالاخص الجاتوهات والسويسرول لازم قبل ما تقطعيه لازم تحطيه في قلب الفريزر ان هو ياخد وقته ويتجمد كده عشان ما تقطعش منك زي ما اوريكم في بداية الفيديو كده. انا عملته بمقدار ال3 بيضات، عملت معاكم المقدار ده قبل كده فهكتب لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وهنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا ندخل على الفيديو نشوف المكونات ازاي. يا ريت قبل ما ابدا الفيديو اللي لسه ما عملش لايك او ما اشتركش في القناه بتاعتي ينورنا بالاشتراك ويعمل لايك ويكتب لي كومنت حلو ويقول لي ايه رايه في الشغل بتاعي. عايزه القناه بتاعتي تكبر بيكم ايه احلى ناس في الدنيا. انا عملت هنا السبونج بمقدار 3 بيضات زي ما قلت لك في اول الفيديو. حطيت نصه في قلب الصينيه دي، الصينيه الكبيره اللي هي المستطيله، اكبر حاجه مقاسها تقريبا 25 في 35. المقدار ده ينفع في صاج 40 30 في 40 برضو، بس هو مش موجود عندي لان كده كده السلوسرول احنا منبقاش عايزينه يبقى السمك بتاعه تخين يعني. انا عملتها نص شوكولاته ونص، يعني حطيت النص بتاع الخليط في الصينيه والنص التاني حطيت عليه معلقه ونص صغيرين كاكاو خام باودر اسباني. بس لازم تعملوهم في مصفى صغيره كده علشان الكاكاو بيبقى من الرطوبه عامل تكتلات تك كده، ما يبقاش موجود في الاسبونج. هو تشوفوه من فوق هنا تحسوا ان ما فيش في حاجه بالفانيليا خالص، بس عشان انا عايزه اسوي السطح فدخلتهم على بعض كده عشان يبقوا كلهم سمكه واحده، يعني ما فيش حته تتحرق وحته تانية تكون لسه ما استوتش. حطها في فرن شغال من الاول على من نص ما بدأنا كده ضرب في الاسبونج. انا شغلت الفرن على درجه 180. احطه على الرف اللي في النص. انا عندي بالنسبه لي انا بحطه على اول رف من تحت من ناحيه اللي هو الصاج، بحط الرف فوق منه على طول كده وبشغل الفرن. هحطه بقى في الفرن وارجع لكم. كده طلعت من الفرن اهي. هغطي عليها بس شويه عشان تطرى طريه هي ما شاء الله. تطرى بس زياده شويه كمان وبعد كده نلفها مع بعض. الشوكولاته هنا نص حطيت نص كريمه بالفانيليا، خدت منها جزء كده وقلبت عليه صوص فراوله او جيلو فراوله، وحطيت النص التاني كريمه بيضه كده، والنص التاني ده بالشوكولاته. انا عملتها كده واستعجلت عليها علشان انا عملتها نص ابيض ونص شوكولاته كده، بس في التجليس انا بقيت بعملها كده على بعض عشان تبقى مشبحه زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. بحطها بس في الفريزر حوالي نص ساعه علشان انا عايزاها بس تجمد عشان اعرف اقطعها. زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. بس المفروض ان انت اول ما تلفيها تحطها في الفريزر علشان ما تبقاش عريضه منك كده، هتلفيها لفه جامده تحطها في الفريزر هتمسك نفسها. احطها بقى في الفريزر تجمد وتمسك نفسها شويه كده قبل التقطيع. احط على الجنب اللي هو
الفانيليا، احط عليه الصوصات اللي هو الجيلي وجيلي المانجا وجيلي الفراولة. هعمل الجنب التاني هنا شوكولاتة. وبكده نكون عملنا مع بعض السويسرول بطريقة سهلة وبسيطة جدا. عملنا نص فانيليا ونص شوكولاتة في صينية واحدة، أكبر صينية مستطيلة وبمقادير بسيطة جدا، مقدار 3 بيضات. عملته معاكم قبل كده، هنزله في صندوق الوصف المكونات بتاعته عشان مطولش عليكم الفيديو. ياريت لو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي متنسوش تشتركوا في القناة تنوروني فيها، تكتبولي كومنت حلو يشجعني ان اكمل، وفعلوا زر الجرس على كل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات بتاعتي. وبالهنا والشفا.